لازم تكون كلمت العميل برايفت واعتذرت له، دي رقم واحد. قبل ما تعرف حتى المشكله انت بتخش تعتذر للعميل، وبعد كده بتفهم منه طب ايه اللي حصل، طب انا اقدر اساعد حضرتك ازاي، طب المشكله كانت فين. يعني خلينا ناخد مثال، هنفترض ان انا ماسك البيج بتاعت مطعم معين، بعد كده دخل عميل بيشتكي في الكومنتات متعصب جدا ان الاكل جاله مش كويس، الاكل جاله بارد، كان في مشكله معينه. لو انا دخلت ومسحت الكومنت بتاع العميل ده وما ردتش عليه وما اديتلوش اي اهتمام وعملت له بلوك من على البيج كمان، تفتكر انا هبقى خسران ايه؟ هبقى خسران حاجات كتير جدا، لان العميل ده هيبقى متضايق ومتعصب قوي وحاسس ان احنا تجاهلناه وان احنا يعني مش مستعنيين رايه وان هو مش عارف ياخد حقه، فممكن يخش على اكتر من جروب ويكتب ريفيوهات زي الزفت عن المطعم، والناس كلها تشوف الريفيوهات دي فهتبقى مصدقه العميل، لان ده التسويق الشفهي اللي كنا بنتكلم عنه، فالموضوع هيبقى سيء بشكل كبير. طيب خلينا بقى نشوف المثال التاني. انا لو دخلت على العميل بمجرد ما عمل الكومنت السلبي، اعتذرت له، انا اسف لحضرتك، طب ايه المشكله، طب ممكن تقول لي ايه اللي حصل، بيبدا يقول لي حصل واحد اتنين تلاته اربعه، لا فعلا حضرتك عندك حق، المشكله دي من عندنا، طب انا ازاي ممكن اعوض حضرتك، طب انا ممكن ابعت لحضرتك اوردر تاني بعد اذنك، ده لو تسمح لنا، بتعرض عليه ان انت تبعت له اوردر جديد، بتتكلم معاه. فبعد ما العميل يحس باهتمام من المكان بتاعك، يحس باهتمام من البيج او المكان، ممكن اصلا ما ياخدش الاوردر التاني اللي انت عايز تبعته له، مجرد اهتمامك بيه واعتذارك ليه ده بيأثر فيه بشكل كبير، وبيخليه بدل ما كان هيتكلم وحش عن المكان يقول لا والله الناس دي محترمه، اكيد الغلطه دي ما كانتش مقصوده، طالما دخلوا واهتموا واعتذروا اكيد ما كانوش يقصدوا الغلطه دي. فانت لازم تعرف ازاي تتعامل مع العميل في حاله ان في مشكله او في حاله ان في حاجه معينه مش عاجباه، لان دي حاجه مهمه جدا. يا تكسبك العميل وتخليه يكسبك ناس اكتر، يا اما تخسرك العميل وتخليه يعمل لك تسويق شفهي زي الزفت، فيدمر لك البيزنس بتاعك ويعمل لك مشاكل كبيره.